حبايب قلبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل كيكه الكوكيز في منتهى الجمال، وزي ما انتم شايفين مش قادره اقول لكم بقى بصراحه ربنا على طعامتها ولا ريحتها اللي جايبه اخر التاني. شايفين جميله ازاي؟ ما شاء الله عليها. تعالوا بقى ناخد كده زي مثلث كده ونشوف برضو من جوه عامله ازاي. الله عليها، تحفه. يلا بقى يا حبايب قلبي نشوف المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه 3 كوبايات من الدقيق، 3 عدد بيض، كوبايه من السكر، 200 جرام من الزبده، معلقه كبيره بيكنج باودر، وطبعا رشه الملح والفانيليا، و3 معالق كبار من العسل الاسمر. تمام كده اهوت. انا هنزل البيكنج باودر مع رشه الملح، وتعالوا بقى نخش على المواد السائله. طبعا ده محتاج سكر بني بس احنا مش هنوقف على حاجه. 3 معالق من العسل الاسمر هتغنيكي وتوفر لك كميه الايه اللي احنا هننزل على السكر البني. تمام كده اهوت. هنزل طبعا عليها بالزبده طبعا بغرفه حراره المطبخ، واخفقها خالص لحد السكر ايه ما يدوب معايا. هو طبعا سكر سنترفيش بس طبعا ايه استخدمي النوعيه اللي هي الابيض والناعم. هنزل طبعا واحده واحده من البيض عشان ما يفصلش معايا الزبده، ورشه طبعا الفانيليا السايله. تمام اوي كده اهوت زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا مش هنزل بيض مره واحده عشان ايه ما يفصلش مني. تمام اوي كده اهو. هخفقهم خالص كده لحد ما يديني قوام كريمي. تمام اوي كده اهوت. هنزل طبعا بالبسبتيوله كده اعمل الجوانب كده وانزلها. تمام شايفين كريمي خالص. هنزل بقى بدي كده حبه حبه كده اللي انا حاطه عليها البيكنج باودر ورشه من الملح. تمام اوي كده لحد ما اخلص ايه كميه الدقيق اللي قدامي. شايفين كريم ازاي؟ ما شاء الله عليها. برضو هنزل بقى بايه كوبايه شوكولاته شيبس عندي اهي. طبعا هنقلهم بقى في بوله واحطهم في التلاجة عشان اعرف نشكلها مع بعض تجمد معايا الزبده. ما شاء الله عليها. شايفين جمدت ازاي ولا بتلزق ولا حاجه؟ انا معايا عندي قالب اهو زي ما انتوا شايفين بالريكس اهوت. طبعا دهناه بحته من الزبده ومعفراه بالدقيق. هفردها طبعا. هجيب معايا كيس تلاجة كده اهو دهنات دهنه بسيطه قوي قوي من الزيت، زيت يكون فاتح. هفردها بقى معايا بالفرادة كده اهوت واظبطها. تمام اوي كده اهوت. هظبطها بس كده من الجوانب كده اهوت، واشيل الكيس اهو زي ما انتوا شايفين. الكيس طبعا وفر معايا كتير قوي وسهل عليا كل حاجه اهو زي ما انتوا شايفين. عندي بقى مكعبات بقى شوكولاته بالحليب تحفه. طبعا عايزه بقى ايه اخلي الطعم احلى. هجيب طبعا كيس تلاجة تاني ودهنه من الزيت برضو بسيطه عشان افردها. طبعا الكيس ده بيوفر طبعا وقتي وبيسهل عليا طبعا زي ما انتوا شايفين اهو. هجيب كيس تاني برضو وافرده عليها واظبطها ايه بقى بالفريد. تمام اوي كده اهوت. هشوف بقى القالب كده عشان ايه اظبطه عليها. هظبط كده بقى الجناب كده اهوت. بنسهل على بعض كل حاجه زي ما انتوا شايفين اهوت. انا مولعه الفرن مسبقيا. تمام قوي. هظبط بقى كده اهوت وانزل بقى عليها كده اهوت. تمام اوي كده. هظبط انا بقى كده. هجيب بس حاجه انزل اللي في الجناب دول واظبطه. شايفين ما شاء الله عليها. اجيب طبعا بقى شويه شوكولاته شيبسي كده اهو تحطهم كده ايه من كل قطعه هقطعها اهو.
وطبعا ده اختياري يعني مش هنقف على حاجة برضو، بس الطعم تحفة. تعالوا بقى ندخلها الفرن كده. طبعا انا مولعه الفرن زي ما قلت لكم، وهوطي بقى عليه عشان ايه ما تحمرش وتبقى ايه نيه من جوه. بتقعد في الفرن بتاع 25 دقيقه. الله عليها وعلى ريحتها، اقسم بالله العظيم ريحتها قلب الشقه بصراحه تحفه. تعالوا بقى كده نقطعها كده اهو، وسهله وبسيطه وما كلفناش اي حاجه. نقطع بقى كده اهوت ونشوف بقى ايه جمالها بقى من جوه. ما شاء الله عليها، شايفين جميله ازاي، وغنيه جدا وتحفه. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو شير ولايك واشتراك في القناه عشان ينزل كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.